طب انتوا جربتوا بقى ان انتوا تحشوه وبعد كده تبقوا تقولوا؟ انتوا اظن ما فهمتوش حاجه. متهيألي ما فهمتوش حاجه من اللي انا قلته، انا ذات نفسي ما فهمتش وتوتوا في وسط الكلام. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحه وبألف خير. صباحكم ورد وفل وسعاده يا احلى اخوات ومتابعين. لا ده مش صباحكم بس، صباحكم ومساءكم. شكرا جدا جدا لحضراتكم، شكرا جدا للناس الجميله القمر اللي اشتركت عندي في القناه، شكرا لاهل السعوديه حبايبي حبايبي حبايبي، واهل الكويت وسوريا والجزائر احلى واجمل ناس. شكرا بجد لحضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. زيدوا النبي صلى. واللي لسه ما اشتركش يشترك عندي في القناه ويكتب لي هو بيتابعني من اي بلد، ده حاجه بتبسطني وبتفرحني جدا جدا جدا. تعالوا بقى اما اقول لكم احنا بنعمل ايه كده كل يوم خميس كده، او عشان خاطر يوم الجمعه كده عندنا بيبقى يوم مميز. يوم الجمعه دي لازم بيكون مميز عندنا في كل حاجه بصراحه يا جماعه. لازم يكون اكله حلوه كده جميله مميزه نفرح بها كده ابو العيال. لازم يكون عندنا خروجه كده نغير جو شويه نشم نفسنا كده شويه. بيبقى فعلا بحس بيه ان هو بيبقى مختلف بجد. اللهم صل على النبي وزيدوا النبي صلاه كمان، واللي لسه ما اشتركش يشترك عشان ده حاجه بتبسطني وبتفرحني طبعا. فيوم الجمعه دول انا بحسه ان هو بيبقى عيد، هو فعلا عيد عندنا. بحس باختلاف كتير قوي فيه. فعشان نبسط بقى بالعيال كده ونتبسط كلنا جنبه، قلنا نعمل ايه؟ نعمل محشي. ايوه نعمل محشي كده. قلت تعالوا كده اجهزكم، اجهز المحشي معاكم كده، واقول لكم على طريقه حلوه قوي 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 للبتنجان يا جماعه اللي هو المحشي. عايزه اقول لكم كده انا بعمله بطريقه جميله جدا. يعني ناس كتير بتحمره وبعد كده بتحشيه، او في ناس زي كده تقوم يعني حاشياه وهو ابيض كده. طب انتوا جربتوا بقى ان انتوا تحشوه وبعد كده تبقوا تقولوا؟ انتوا اظن ما فهمتوش حاجه. متهيألي ما فهمتوش حاجه من اللي انا قلته، انا ذات نفسي ما فهمتش وتوتوا في وسط الكلام. اللهم صل على النبي. زود النبي صلاه يا جماعه. وتعالوا كده ما نقول لكم ليله الخميس كده جايز فيها اكله حلوه ليوم الجمعه بالذات. المحشي لازم نعملها قبلها بيوم او يومين. يعني انا واحده من الناس بحب انزل السوق، اشتري الكرنب والحاجه بتاعت المحشي في يوم، اجهزه في يوم، وناكله في يوم. بجد وامانه انا مش عارفه مين زيي بيعمل كده. ايوه ما تستغربوش والله. يعني عايزه اقول لكم انا كل ما اجي اجيب حاجه المحشي واقعد ارصها كده قدامي بنبهر بنفسي يا جماعه، والله بنبهر بنفسي. اصل انا يا جماعه ما اقولكوش انا ما كنتش بعرف اسلق بيض، يبقى اتهور واعمل محشي تشكيله. يعني دي حاجه عجوبه من اعجاب الزمن. لو الكبير والاعجب الاكتر ان انا افتح قناه طبخ. شفتوا بقى؟ شفت الاغرب في كده بقى؟ ان انا افتح قناه طبخ وكل اللي يشوفني يقول لي معقوله انت هتطبخي فاتحه قناه طبخ تعلمي الاكل للناس؟ انت ذات نفسك ما كنتش بتعرفي تسلقي بيض، يبقى هتعملي قناه طبخ وتعلمي الناس وترد عليهم، واللي تعرفش تعمل حاجه تقول لها تتعمل ازاي. يعني ما بقول لكم يعني انا بنبهر بنفسي اكتر كل ما اجي اشوف نفسي كده اعمل الاكل بجد. اللهم صل على النبي. زيدوا النبي صلاه يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. شجعوني يا جماعه كده بالاشتراك، لان كل ما بتشتركوا كل واحد ما يتبسط ويتفرق ويبقى مبسوط بصراحه، وبيبقى لي نفسي ان هو ينزل فيديوهات. انا بقى زي ما قلت لكم كده بحب اجهز لاكله المحشي اللي هي اكله يوم الجمعه. ان شاء الله يا رب يجي علينا بخير وناكله واحنا مبسوطين واحنا متهنيين ليله الخميس يا جماعه. تعملي شويه رز بلبن تفرحي كده ابو العيال كده بعد ما هو يكون راجع من الشغل. تعملي حاجه حلوه كده في البيت. كل مره تعملي حاجه كده تبسطي الناس، تبسطي نفسك وبيتك كده يبقى الجو مختلف وحلو كده. وتعلمي مني ما تخافيش، انا كنت بسلق بيض واتعلمت والله، تعلمي مني يعني. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بعمل كوارث كده في المطبخ قبل ما اتعلم كل حاجه. يعني انا واحده من الناس قلت السمك من غير دقيق. ما تستغربوش اللي بيطلع ترندات دلوقتي. اللي تقولي كده قلت السمك من غير دقيق. انا واحده من الناس قلت السمك كده من غير دقيق والله. شفتوا بقى ازاي؟ يعني ومره الملح يكون زياده، مره الملح يكون قليل، مره ما يكونش في ملح خالص. اللهم صل على النبي. زود النبي صلاه يا جماعه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يلا يشترك. بصوا بقى انا معايا هنا بتنجان. ده بتنجان فلاحي يا جماعه. انا بحب اجيب الوسط، يعني ما بحبش اجيب الكبير ولا الصغير. ان شاء الله انا هعمل البتنجان دول معاكي محشي حلو قوي، وانا طبعا عملت وصفات كتير للمحشي. بس انا بعمل البتنجان ده بطريقه حلوه قوي 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 بصراحه. يعني في ناس بتدقلجوا الاول، بتدقلجوا ده ايه؟ انتوا فاهمين يعني ايه بتدقلجوا؟ في ناس يعني بيتحمروا الاول، بتقوروا زي ما انا بقوره كده، بتقوروا الاول كده وبعد كده بيتحمروا في الزيت.
خلاص شفتوا بقى، شفتوا شطارتي اللي انا ما كنتش بعرف اسلق بيض. الصلاة على النبي، والله الصلاة على النبي. اهو تعمله في الزيت يعني، وبعد كده تحشيه. بصراحه انا ما حبيتش البتنجان بالذات، انا بحب اقوره كويس، او ما احبش فيه اسيب فيه اي بذر خالص. المفروض اجيب هنا ميه، بس انا كسلت اقوم بقى اجيب ميه بملح. خلاص بقى قلبي جامد دلوقتي عن الاكل بقى بجد. بس انا ما حبيتش ان انا اقلي البتنجان اقعد احرقه في الزيت الاول وبعد كده احشيه، لاني بلاقي لونه غامق. لونه غامق ازاي؟ بلاقي لونه فراني كده، او لونه ازرق. ما حبيتهوش، فانا هعمله بقى بطريقه وهنزلها لكم على القناه، بس انتوا خشوا اتفرجوا بس. والله العظيم ما تستغربوش بعد ما تحشيه وتسويه بقى، ما اقولكيش هتعملي فيه ايه. اكنك بتاكلي منابير كده يا اختي، منابير والله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. متشكرة جدا لأهل الجزائر الجمال القمر زي السكر، وأهل سوريا والكويت والسعودية، حبايبي حبايب الناس كلها والله العظيم. أنا مش عايزة أقول لكم أنا ببقى مبسوطة إزاي وببقى فرحانة إزاي لما ألاقي كده ناس من كل الدول بتشترك عندي في القناة وتكتب لي تعليق حلو قوي. ربنا يكبر بخاطركم ويفرح قلوبكم ويفرحكم بعيالكم يا رب العالمين. زي ما قلت لكم، أنا لما قلت أنا أفتح قناة طبخ الناس كلها قعدت تضحك عليا والله العظيم. يعني دودو اللي ما كانتش تسلق بيض هتفتح قناه طبخ مره واحده وتعلم الناس؟ يعني شفتوا بقى؟ يعني حكايه القناه دي حلم كبير قوي بالنسبه لي، وبتمنى ان انا اكبر وانجح فيها بجد. يعني ده حاجه كده تشرفني وتفرحني كده وتبسطني قوي والله العظيم. وان شاء الله بفضل ربنا وبيكم ربنا يكرمني وهفرح باذن الله تعالى. اللهم صل على النبي. زيدوا النبي صلاه يا جماعه، واكتبوا له في التعليقات كل شويه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اعرفوا بقى ان يوم الخميس ويوم الجمعه كده تقومي كده تنوي كده وتشجعي وتشمري ايديك كده وتقولي يلا يلا قوم ايه اعمل اكله حلوه كده. اهو احنا بنبدا نقور البتنجان عادي والله. شفتوا انا بعلمكم ازاي؟ ما اقولكوش يعني. اهو اليومين دول حلوين قوي قوي في المحشي. يعني انت بتعملي محشي فيه متوفر الورق العنب، يا سلام. ان شاء الله ابقى اعمله المره الجايه ورق العنب بقى كده. انا معايا هنا مقوره تخينه ومقوره رفيعه زي ما انتم شايفين اهو. شفتي؟ يعني انا ما بقيت ايه زي ما بقول لكم فصيحه شاطره، بس انا شاطره قوي والله. دي الحاجه الرفيعه، ودي اللي ايه دي البتنجانيه او الكوسايه التخينه اهو. يعني هنا مثلا لقيتها صغيره، بس لا انا هجيبها والله هجيبها. استنوا كده، استنوا كده ما نشوف هتيجي ولا لا. هي صغيره بس على مين بقى، احنا بقينا متمكنين الحمد لله، خبره اهو. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شفتوا بقى؟ المفروض استخدم المقوره الصغيره، بس انا جبتها بالمقوره برضو الكبيره اهو. انا بحب البتنجان الرفيع ده قوي قوي كده، ما بياخدش رز كتير ويبقى طعم كده. ما بحبش اجيب البتنجان الكبير ولا الكوسه الكبير ابدا في المحشي، بتبقى صغنطوطه كده وسمباتيك وجميله والله العظيم. اقول لكم ايه بقى؟ اشتركوا في القناه بقى يا جماعه، عشان انتوا كل ما بتشتركوا في القناه كده ولا عدد المشتركين كده يزيد، ربنا يكرمكم كده. بفرح واتبسط قوي والله العظيم. كبروني كده ووصلوني زي الناس، ما انتوا الناس كده بتبقى عندها عشم كبير قوي في الناس، ان هي بتقول وصلوا ل 20,000 لايك ووصلونا ل 100,000. يلا كبرونا كده وربنا يكرمكم يا رب، وتاكلوا عيالكم الحلو كله باذن الله تعالى يا رب العالمين. يعني زي ما قلت لكم القناه دي حلم كبير قوي 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 بالنسبه لي، وبتمنى من الله ان انا انجح فيه وربنا يكرمني يا رب. شفتوا بقى البتنجان دي بتنجان فلاح يا جماعه، الكيلو ب 15 جنيه. البتنجان، شفتوا البتنجان الكيلو ب 15 جنيه. بقول لها ليه؟ قالت لي خلاص خليه ب 20 جنيه عشانك. شفتوا بقى؟ فاحنا بنبدا نجهز كده حاجه المحشي ونوضبها، وعشان ما تتعبيش تاني يوم بتقومي حاشيه. شفتي؟ ما تركبيش الدنيا على نفسك. وبكون انت طبعا جايه من السوق تعبانه وهلكانه ما انتش قادره، بتسيبي الحاجه وتشتغلي فيها براحتك برضك اخر النهار كده ولا حاجه، بعد ما تخلصي وقت العصاري كده وتقومي عاملاها اهو. بتجيبي البتنجانيه الطريه، ما تبقيش تجيبي البتنجانيه الناشفه. اه انا عماله اوصف في نفسي وانا بوصل البتنجانيه. شفتوا بقى؟ عماله اقول لكم ده انا ايه شاطره قوي، وانا قورتها غلط، بس على مين هجيبها برضه.
ما تيجي تشتري البتنجان، اي بتنجان، اتك على البتنجانيه وشوفيها الطريه هاتيها، دي ما بتبقاش مبذره وبتبقى طعمه وحلوه. وبالذات في المحشي تيجي تجيبي البتنجانيه نقيها كده الطريه وتجيبيها. بصي هي اتقطعت مني بس برضو عرفت اقورها، وشفتوا مش انا طول كده شاطره قوي اهون. كل ما تكون طريه تيجي تقطمي البتنجانيه كده وانت بتاكليها هتلاقيها اتقطمت معاكي. في بتنجان تيجي تاكليه بتاع المحشي تلاقي الرز بوك والبتنجانيه زي ما هي بحالها. اه والله ما بتتقطمش، بتبقى مجلده. ليه؟ لان انت بتجيبيها مبذره. فانت البتنجانيه الطريه تيجي تاكليها كده تقطم في البق وبتبقى جميله كده وحلوه قوي. مش زي تيجي تاكلي ايه المحشي الرز وتلاقي البتنجانيه بقيتها طالعه كده الوحيده زي ما هي ما بتتقطمش. فنقي البتنجانيه الطريه الحلوه دي، لو لقيتها جامده ما تجيبهاش. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. زودوا النبي يا جماعه الصلاه كده. النهارده ليله الجمعه، ليله حلوه ومفترجه علينا وعليكم يا رب. يا رب كل الناس تكون مبسوطه ومتهنيه يا رب العالمين. انا قلت اطلع كده كده دردش معاكم شويه وما اشوف انتوا كده تدردشوا معايا ولا لا. ولو عايزين اطلع كده في الفيديوهات كده على طول ادردش معاكم ماشي، مش عايزين اكتبوا له بقى في التعليقات وامري الى الله، وانا هستحمل والله اي كلمه منكم. بس هعمل ايه بقى؟ انا قلت افيص عن نفسي. قلت كده اطلع كده الطاقه اللي جوايا في نفسي وفيكم انتوا كمان، ما هو ما ينفعش ابقى لوحدي. انتوا مش بقيتوا متابعيني، انتوا تستحملونا بقى. بصراحه الفيديو ده بقى هيطول قوي، فانا قلت اطلع بس عليكم واصبح عليكم واقول لكم مساءكم فل وسعاده. وهكمل انا بقى تقوير البتنجان وتقوير الكوسه. وان شاء الله لما اعمل لكم البتنجان بطريقتي المميزه اتحدى اي حد يكون عملها على اليوتيوب، ولو كان عاملها يبقى اكتب لي في التعليقات اقول لكم تعملوه في ايه. وان شاء الله لا يجربوا طريقه البتنجان بتاعتي هتعجبكم جدا جدا جدا. شفتم؟ مش بقول لكم انا شاطره قوي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.